المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم من الفضائية الإريترية نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. اختتام ورشة العمل الإقليمية حول حقوق الطفل. انتخاب رئيس لجمعية معاقي الحرب. نفير للحصاد في مندفرة. قوات تركيا وروسيا تبدأ دوريات مشتركة في شمال سوريا. ألمانيا والهند يتفقان على تعزيز مكافحة الإرهاب. والعثور على حطام طائرة هليكوبتر بكوريا الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله. اختتمت اليوم الجمعة الأول من نوفمبر ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الإفريقي في أسمرة بشأن حقوق وسلامة الأطفال بوضع برنامج عمل لتنفيذ أجندة أطفال إفريقيا 2040 وإصدار التوصيات. وقدمت لجنة خبراء حقوق وسلامة الأطفال أوراق عمل في الورشة التي شارك فيها ممثلو 7 دول من القرن الإفريقي وشمال إفريقيا ومنظمات دولية حول لجوء وهجرة أطفال إفريقيا عامة والمنطقة خاصة. وأوضحت الدول المشاركة تجاربها وتحدياتها في هذه القضية وخاصة حقوق وسلامة الأطفال. أوضح مسؤول الدوائر في وزارة الخارجية سيد إبراهيم عثمان في الشرح الذي قدمه عن هجرة الأطفال واللجوء إنه ورغم زوال الغزو السافر على إريتريا والحظر الجائر والعدائيات الشاملة لتهجير الإنسان والمؤامرات الأخرى مع إبرام اتفاق السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا، غير أن تشجيع مؤامرة التهجير لا تزال مستمرة. وقدم ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة أوراق عمل حول تحديات منع هجرة ولجوء الأطفال في القارة الإفريقية وعوائق تأمين حقوق وسلامة الأطفال وتقديم الدعم للدول المتضررة. وشكرت رئيسة لجنة خبراء حقوق وسلامة أطفال إفريقيا السيدة نانيكيه نيكاوي في الكلمة الختامية شكرت استضافة إريتريا لهذه الورشة الهامة مشيدة بالدول المشاركة والجهات الشريكة. هذا وشاركت في ورشة العمل التي نظمت يومي 31 من أكتوبر المنصرم والأول من نوفمبر دول إريتريا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والصومال ومصر وإثيوبيا والسودان والمغرب. انتخب المجلس المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والذي انتخب في المؤتمر الرابع للجمعية الذي التأم يومي 25 و26 من أكتوبر انتخب اللجنة التنفيذية والرئيس في اجتماعه الأول. وقد انتخب المجلس المركزي للجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو رئيسا للجمعية للسنوات الأربع القادمة، كما انتخب السيد فسحية تسفى ميكائيل والسيد محمد نور إدريس والسيدة أبا باتوكو والسيد أبراهام كفلاسيون أعضاء في اللجنة التنفيذية. ويتكون المجلس المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب من 19 عضوا بينهم 5 نساء وعضوا احتياطيا. وتنشط الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب المستقلة غير الحكومية المقامة برغبة ومبادرة حسنة من الحكومة عام 1992 تنشط في تحسين حياة المعاقين. أفاد المدير التنفيذي لإدارة مديرية مندفرة السيد تسفاي صقاي عن تنظيم نفير من 22 من أكتوبر المنصرم بمشاركة 3500 طالب وأفراد قوات الدفاع والسكان لحصاد المزارع، وذكر عن حصاد حوالي 1000 هكتار من مزارع المحتاجين في عدة ضواحي بالمديرية. وأفاد المشاركون بأن مثل أنشطة النفير هذه لها فوائد مزدوجة وتعكس قيم المجتمع. أوضحت 97 امرأة منضويات في جمعية تعاونية زراعية في دركو بمديرية منحيلي أن المشاريع الزراعية التي يقومن بتنميتها جماعيا توجد في وضع جيد نتيجة لغزارة الأمطار هذه السنة. وأشرنا إلى أن بذور الذرة الشامية التي حصلنا عليها من وزارة الزراعة وفيرة الإنتاج. وذكر خبير الخضر والفاكهة في مكتب وزارة الزراعة بمديرية منحيلي السيد عبد القادر محمد إن بذور الذرة الشامية المحسنة التي قدمتها وزارة الزراعة للنسوة العاملات جماعيا تنتج في 4 أشهر ويمكن إنتاج حوالي 20 كنتالا منها من الهكتار الواحد.
وتقوم الجمعية التعاونية التي تضم 97 من النساء وتأسست عام 2009 تقوم بأنشطة زراعة مطرية ومروية. أفاد الاجتماع التقييمي الذي عقد في مديرية قلوج إن عدم إكمال تجميع القرى يؤثر سلبا على الخدمات الصحية عامة ورعاية الأمومة والطفولة على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية السيد جيلاي موسازجي تقديم خدمات تصل إلى الريف النائي، لكن فعالية الخدمات ليست بالمستوى المأمول لتناثر القرى. وأشار إلى العمل الجاري لتقديم خدمات جوالة رعاية الأمومة والطفولة رغم صعوبة إيجادهن في القرى البعيدة المتناثرة في الأنحاء، داعيا للاهتمام بتجميع القرى. وأوضح مدير مديرية قلوج السيد دسيزر مريم أن تجميع القرى من البرامج الكبيرة التي يعمل فيها، مشيرا إلى وجود عودة إلى القرى في بعض المناطق، داعيا لتقوية دور إدارات الضواحي ولجان القرى. يقوم سكان ضاحيتي أبيل وأقرع بمديرية نقفة بنفير صيانة الطريق للتخفيف من مشكلة المواصلات. أوضح السكان أن الهدف تقليل إشكالية المواصلات بقدراتهم الذاتية، ويعملون لصيانة الطريق وبناء جدار حماية له من السيول حتى إيجاد حل دائم. وقدمت إدارة المديرية معدات العمل اللازمة لإنجاح النفير الذي يشارك فيه أكثر من 300 شخص. وقال مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس إن على الضواحي الأخرى اتباع هذه المبادرة، مشيدا بمساهمة أصحاب السيارات في مدينة نقفة. بعد الفاصل سادتي نعود لنواصل الأخبار. بدأت القوات التركية والروسية تسيير دوريات مشتركة في شمال شرقي سوريا في إطار اتفاق لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد من الحدود. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية ببدء الدوريات منتصف نهار الجمعة في قرية بمنطقة الدرباسية في المنطقة الآمنة. واتفقت أنقرة وموسكو على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، فقد أعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة انتهت عصر الثلاثاء الماضي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدوريات ستكون بعمق 7 كيلومترات داخل الأراضي السورية. أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهند وألمانيا اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، وذلك عقب مباحثات واسعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور الهند. وعقب ترأس الزعيمين اللقاء التشاوري الخامس بين الحكومتين الهندية والألمانية في وقت سابق، شهد توقيع 5 إعلانات نوايا مشتركة وكذلك توقيع 11 اتفاقا في مجالات تشمل الفضاء والطيران المدني والتكنولوجيا البحرية والطب والتعليم. وقالت ميركل إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين ألمانيا والهند تثبت أن العلاقات تسير قدما في مجالات التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة، مضيفة أن مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي تمثل تحديا ومن المهم أن يعمل عليها الجانبان معا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وصلت إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة تستغرق يومين. حدد غواصون من خدمة الإنقاذ في كوريا الجنوبية يوم الجمعة موقع طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص سقطت في البحر وعلى متنها 7 أشخاص قبالة سواحل جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إنه تم العثور على جثة قريبا من الحطام، ولم يتسنى لخفر السواحل تأكيد نبأ العثور على جثة، ولا يزال البحث عن المفقودين مستمرا.
وفي وقت سابق قال مسؤول في خفر السواحل في إفادة صحفية إنه تم العثور على الطائرة الهليكوبتر طراز H-225 سوبر بوما على عمق 70 مترا تحت الماء. وقال الرئيس مون جي إن إنه أصدر تعليمات بإجراء فحوص أمان لطائرات الهليكوبتر من طراز H-225. حشدت تايلاند أكثر من 17 ألفا من قوات الأمن عشية قمة تستغرق 3 أيام لدول جنوب شرقي آسيا وزعماء آخرين من أنحاء العالم في بانكوك تحسبا لأي هجمات بعدما وقعت سلسلة انفجارات أثناء انعقاد مؤتمر إقليمي آخر في أغسطس. وطوقت الشرطة عدة طرق حول المقر الرئيسي لاجتماع قمة زعماء رابطة دول جنوب شرقي آسيا المعروفة بآسيان وشرقي آسيا في نوتنابوري شمالي بانكوك. وقال داميرون جساك مساعد قائد الشرطة الوطنية لرويترز إنه تم تكليف نحو 5000 من أفراد الأمن بحراسة المقر الرئيسي فحسب. ويجتمع زعماء الدول العشر الأعضاء في آسيان ثم يحضرون قمة شرقي آسيا التي يشارك فيها مسؤولون من استراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا. وتشمل القضايا التي تناقشها القمتان النزاع في بحر الصين الجنوبي وأزمة الروهينجيا الذين فروا من ميانمار وقضايا أخرى. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.